بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة. قبل ما نبدأ الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وعز المشاهد، النهاردة الحلقة غير عادية، النهاردة حلقة مجنونة وغريبة وعجيبة بتفاصيل القضية اللي احنا هنقولها. فعز المشاهد اربط حزام الأمان ويلا بينا نخش على الفيديو بدون أي مقدمات. خلينا بقى قبل أي حاجة، في كل واحد عنده باب يقفل بابه قبل ما ينام، ولكن في بيت معين اتقفل بابه ومع ذلك اتسرق منه 300 مليون جنيه. لا ده مش تخيل يا عزيزي المشاهد، ده انت سمعتني صح، ودي مش قصة ولا فيلم ولا رواية، لا ده حقيقة وحصلت مع واحدة من أشهر الأسماء في رموز التعليم الجامعي في مصر. اللي هو ازاي حضرتك المشاهد؟ خلينا نخش في تفاصيل القضية على طول. أنا عارف الشخصية، الدكتورة نوال الدجوي، واحدة من أشهر، تعرف الشخصية الدكتورة نوال الدجوي واحدة من رموز التعليم الجامعي في مصر، رئيسة مجلس أمناء جامعة MSA اللي هي جامعة أكتوبر للعلوم الآداب والعلوم الحديثة والآداب، وست لها تاريخ واحترام وناس كتير بتحترمها، ولكن محدش كان يتخيل إن اسمها يتصدر الترند بسبب سرقة. حضرتك سرقة. حضرتك بقى نبدأ سرد القصة اللي على بناء عليها ممكن على مع بعضنا نركز نشوف الأحداث دي هتبقى نهايتها إيه، والموضوع لسه في بدايته. حضرتك الموضوع بدأ لما تقدم اتقدمت بلاغات رسمية وقالت إن في حاجات اختفت من فيلا أكتوبر، وما كانش دي مش حاجات بسيطة. 300 مليون جنيه هي محتوى تسرق أعزائي المشاهد 15 كيلو ذهب و3 مليون دولار امريكي و350 الف جنيه استرليني و50 مليون جنيه مصري. عزيزي المشاهد يبقى ركز معايا، دي 300 مليون جنيه اتسرقوا. يعني ايه؟ يعني دي ثروه، مش مجرد فلوس كده، يعني دي ثروه، وليست كانها ثروه، دي مغاره علي بابا حرفيا. والاغرب ما في بس في حاجه غريبه في الموضوع، ما فيش كاس، ما فيش اي اثار عنف، ما فيش اقتحام ولا على الباب ولا على الخزنه، وكأن اللي دخل كان معاه مفتاح او عارف مداخل وخارج البيت، عارف كل تفصيله في البيت. في التحقيق نخش بقى نصعد الحدث ونخش في التحقيقات. الشرطه بدأت بتفريغ الكاميرات واستجواب الناس اللي بتشتغل في الفيلا واللي بيروحوا وبييجوا، بس اللي زود الشكوك ان الاستاذه نوال الجدوي كان في كلام ده ان في كلام عن خلافات داخليه جوه العيله. يعني حضرتك خلي بالك، زاد الشكوك ان في كلام ان في خلافات عائليه جوه العيله، وده اللي خلى تحقيقاتها يشكوا في حد من جوه العيله ان هو السبب. لكن لحد دلوقتي مفيش اتهام رسمي لاي حد. حضرتك السؤال اللي كلنا سألناه، أو كأحمد سألته، أو كأنت كواحد مواطن شاف وسأل، ليه الفلوس دي كلها مش في بنك؟ مفيش عليها حراسة؟ ولو في سرقة بالرقم ده فين التأمين؟ بس مفيش حد والموضوع ازاي الموضوع سكت عليه ومفيش حد عنده إجابة واضحة. اللي حصل مش مجرد سرقة، ده جرس انذار بيقول ان البيت مفيهوش امان 100%، مفيش مكان امن 100%، وان اقرب الناس ليك ممكن يكون اخطر ممكن يكون اخطر من الغريب. القصه لسه في بدايتها عزيزي المشاهد، ولما جاي ممكن تكشف لنا احداث عجيبه وغريبه ومفاجآت اكتر من اللي احنا قلنا، من اللي اتقال واللي احنا قلناها. بس لحد ما نعرف الحقيقه هنسأل سؤال واحد وتجاوبونا. هسألكم السؤال، لو كنت مكانها هتختار تخبي الفلوس فين؟ وهل فعلا هي أمان في بيت العيلة؟ حضرتك ده نهاية الفيديو. لو عجبت الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك تحت. حضرتك عزيز المشاهد في الكومنتات، هل السرقة دي شغل محترفين ولا خيانة من أقرب الناس؟ أنا أحمد ودي كانت حكايتي ليكم. استنونا قصة جديدة وصدمة تانية.
اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.